أنا صار لي أكثر من 20 سنة أشوف كرة قدم، اليوم صارت أشياء غريبة يمكن أول مرة أشوفها بصراحة في كرة القدم، بدايةً من النهائي الكبير بين السنغال والمغرب وhard لك للمغرب، لكن العجيب اللي صار في هذه المباراة هي منشفة حارس السنغال مندي، المنشفة اللي يمسح فيها وجهه يعني، كان في لاعب من السنغال احتياطي يحرس المنشفة لأنه أحد لعيبة المغرب حاب إنه ياخذها، واللي هو اللاعب صابيري، شوفوا اللقطة. أنا ما شُفت هالشي في حياتي، وعلى بالكم بس اللاعب المغربي يحاول ياخذ المنشفة، لأ حتى جامعي الكرات أيضًا حاولوا ياخذوا المنشفة، يا جماعة شو فيها المنشفة هذه؟ أحد يفهمنا يا جماعة، أحد يكتب لنا، وصارت ضرابة عليها ومش عارف شو، إيش في؟ إيش في يا جماعة؟ شو المهم أفريقيا والله فيها أشياء غريبة. ثاني شيء يا جماعة لقطة تصدي مندي لركلة الجزاء، أنا بديت أشك إنه كان في اتفاق أن إبراهيم دياز يشوتها في النص. شوفوا ردة فعل لاعبين السنغال بعد ضياع ركلة الجزاء في آخر دقيقة في المباراة، يعني المغرب لو سجل خلاص المباراة تروح للمغرب 100%. صدها مندي، اللعيبة عادي جدًا، كل واحد رجع مركزه. يا رجل أنتم لو في مباراة ودية بتحتفلوا بتصدي ركلة الجزاء أكثر من كذا، ما في حد احتفل؟ الوضع طبيعي جدًا يعني؟ الله أعلم، الله أعلم. الشيء العجيب الثاني اللي صار في مباراة أخرى، في مباراة الهلال والنيوم، ركلة جزاء الهلال يا جماعة، أنا ما أقول لك إن هي مش ركلة جزاء، هي ممكن تكون ركلة جزاء صحيحة، لكن عينكم على الحكم لحظة احتساب القرار، صار الاحتكاك قدام الحكم بالضبط، بعد ما صار الاحتكاك لعيبة طاحوا والحكم شاف اللقطة كاملة، سوى لك كذا، يعني كأنه يقول إن اللقطة ما فيها شيء، وفي نفس الثانية صفر بلنتي. إيش في يا جماعة اليوم اللعيبة كل كل اللي لعبوا كورة اليوم محششين والّا شو السالفة؟ حد يفهمنا يا جماعة.